السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما انك شفت اعلان الكورس ودخلت على السايت هنا عشان تشوف تفاصيل الكورس، فخليني في اول سيشن هنا اديك تفاصيل الكورس بشكل بسيط وبشكل مفصل. مبدئيا الكورس ده موجه لمين؟ الكورس ده موجه لاي شخص اتعلم HTML و CSS وجافا سكريبت او عنده بيزكس واساسيات في الويب، فالكورس ده موجه ليك. طب يا عم زياد، لو انا ما عنديش اي خبره في الويب فالكورس ده ليا؟ حابب اقول لك لا، ان الكورس ده مش هيفيدك، انك على الاقل محتاج تكون فاهم جافا سكريبت و HTML و CSS كويس جدا كمان. طيب بالنسبه للناس اللي متعلمه جافا سكريبت او فاهمه جافا سكريبت، فعايز اقول لك ان احنا عندنا سيكشن جوه الكورس ده، هتلاقي الكونتنت تحت السايت. عندك سيكشن مهم جدا، السيكشن ده بنتكلم فيه في ايه؟ في المودرن جافا سكريبت او اي اس 6 جافا سكريبت. قبل كده عندنا اي اس 4 اي اس 5 جافا سكريبت. اي اس 6 نزلت بتحديثات جديده ونزلت بحاجات جديده، دي اللي مبنيه عليها حاجات زي رياكت وفيو وانجلر وهكذا. بس احنا في الكورس ده بتاعنا بنتكلم عن حاجه اسمها الجولدن ستاك. ايه الجولد ستاك ده؟ لو دخلت على اي ذكاء اصطناعي او اي بيلدر بالذكاء الاصطناعي، لافابول مثلا او فيوز او في زيرو ديف، ايا يكن الموديل اللي انت هتستخدمه او ايا يكن حتى شات جي بي تي، هتلاقي ان بيتعامل بحاجه اسمها رياكت او نيكست، وبيتعامل شات سي ان، وبيتعامل بتيلوين سي اس اس. فده اللي احنا هندرسه في الكورس ان شاء الله تعالى. هنتعلم المودرن جافا سكريبت والمفاهيم، وازاي بعمل الماب، وازاي بعمل لوب، وازاي بعمل ريدوس على الاري، وازاي بعمل فلتريشن على الاري، وازاي بعمل التفاصيل دي كلها على الاري. فده اول اوبجكت او اول حاجه هنتعرض ليها في الكورس بتاعنا. تاني نقطه هنروح ليها، وان احنا هنتعلم رياكت 19. رياكت 19 ده احدث فيرجن، والفيرجن اللي نزل فيه الفيتشرز الجديده. وحابب اقول لك ان رياكت 19 ده هنفضل شغالين بيه كستيبل فيرجن لحد فيرجنات كتير، لان بيبقى فرق بين كل فيرجن وفيرجن سنتين ثلاثه. لكن اي تحديث بيحصل فبيبقى حاجه اسمها سب فيرجن 19.2 19.3 وهكذا. تمام كده؟ وحتى لما ينزل التحديث الجديد، في بروجكتات انا كنت شغال عليها برياكت 16 او رياكت 16 شغاله لحد دلوقتي في بشكل فعلي او شغاله كويب. طبعا حته الابجريد دي سهله، بسيطه جدا. تاني مفهوم هنتعرض ليه او تالت مفهوم هنتعرض ليه في الكورس بتاعنا، وهو نيكست جي اس. نيكست جي اس هو العنصر البطل او اصلا اللي الكورس ده متسمي على اساسه. طيب ليه نيكست جي اس؟ بكل اختصار لان انا بنيكست جي اس اقدر ابني فول ستاك ابلكيشنز. ازاي؟ زمان قبل نيكست جي اس كان او لحد دلوقتي مفهوم الويب عندنا بينقسم لحاجتين: سيرفر سايد ريندرنج وكلاينت سايد ريندرنج. السيرفر ده اي حاجه انت بتشوفها، اي حاجه جوجل بيشوفها، او اي حاجه بتتعامل بيها من خلال السيرفر بتاعك، وبتتعامل بيها مع جوجل او بتتعامل بيها في الاستضافه بتاعتك. ده بالنسبه للسيرفر سايد ريندرنج. الكلاينت سايد ريندرنج ده اللي انت بتشوفه، او دي الداتا اللي انت بتشوفها كعميل لما انت دخلت على موقع الكورس دلوقتي. فده الكلاينت سايد ريندرنج. جوه السيرفر سايد ريندرنج بيحصل فيتش لداتا الكورس، بيحصل لما انا اعمل ابديت او بعمل اي حاجه، فده في السيرفر سايد ريندرنج. ده بكل اختصار الفرق بين السيرفر سايد ريندرنج والكلاينت سايد ريندرنج، وهتعرف عليهم بشكل نظري بنفس القعده الجميله بتاعتنا دي ان شاء الله تعالى قبل ما نكتب فيهم اي كود. تمام كده؟ طب ايه مميزات الكورس بتاعنا؟ طب انا ممكن اروح لاي حد تاني بيعمل الكورس. ايه مميزات الكورس بتاعنا؟ باذن الله تعالى ان انا مش بعلمك تفايب كودنج او بعلمك انك بتكتب كود، احنا بنبني انجينير، بنبني مهندس مش مبرمج، والفرق بينهم كبير. وتعالى نروح للتابلت اشرح لك الفرق بينهم هنا شويه. زي ما انت شايف هنا قدامي، ده شخص او دي حاجه، ده شخص مهندس بنى بروجكت، بنى مشروع، بنى برج زي ما هو باين قدامك. فالبروجكت او المشروع ده هيقدر يسكيل معاه بعد كده. ازاي يسكيل معاه؟ يكبر، يبيع شقه شقتين ثلاثه اربعه. عمل له اساسات وعمل له اعمده وعمل له خرسانات بحيث انها تستحمل كذا دور. يعني عايزك تتخيل معايا كده فكره لما بتروح لمقاول تقول له انا عايز ابني عماره، فبيقول لك احنا لو عملنا اساسات حاجاتها كذا بتقف معانا بكام جنيه. فده اللي احنا عايزين نعمله. لكن الشخص التاني لو غيرنا كده اللون ورحنا للشخص التاني اللي جنبه، وده شخص بنسميه كودر. كودر باختصار هو بيبني الكود لحد هنا زي ما انت شايف كده كان ستيبل معاه، بعد كده في السكيل بتاعته بدأ يحصل دروب للكود. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. انا مش عايزك كودر،
احنا بنبني انجينير. تمام جدا، تمام. طيب ايه اللي هيوصلني للمرحله دي؟ هيوصلنا طريقه شرح الكورس بتاعنا باذن الله تعالى، والمشروع بتاع الاي كوميرس في اخر الكورس. طيب ده اللي احنا هنتعرف عليه بكل اختصار في الدرس ده اللي احنا هنتعامل معاه ان شاء الله تعالى في الكورس بتاعنا. هنتعرف الكورس بتاعنا مقسوم لحالتين، حاجات كودينج دي بتبقى من خلال فيجوال ستوديو كود متسجله وهكذا، وحاجات دروس نظريه زي كده متسجله، كلها متسجله في نفس الوقت تقدر تتابعها. بالنسبه للدروس النظري فدي فور فري، متاحه على اليوتيوب ومتاحه على المنصه مجانا، متاحه كمان على البيج بتاعتي على الفيسبوك اللي هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن، وهتلاقي اليوتيوب. اتمنى تعمل لي فولو هناك. ولو متردد في قرار الشراء فحابب اقول لك ان فلوسك ترجع لك لو ما كملتش 20% من الدروس وما فهمتش اي حاجه وحسيت انك مش متقن او مش فاهم الدنيا، ومن خلال البروجرس بتاعك او عمليه مشاهده الدروس بتاعتك انت ما وصلتش ل 20%، فتقدر تسترد فلوسك بالكامل.